السلام عليكم. اليوم نشوفوا عاوتاني فيديو جديد ديال رجوع مشاريع خط مستقيم. هذه هي المرحله كتكون من المراحل ديال اجتياز رخصه السياقه. المرحله ديال رجوع مشاريع مرحله واحد شويه سهله، كتطلب فقط شويه ديال التركيز وصافي. هذا المرحله اللي كنديرو البريمير، كنبداو كندخلو. ملي كنكونو داخلين هي هذه، كندخلو اون فاس مع جوج حدايد هنايا. دونك كندخلو هنا بواحد نص متر، كنخليو نص متر. هاد الحديده هادي حتى كتقرب تقاد مع النص ديال الطوموبيل، عاد كنميل الفولون باش ندخل مع النص ديال الطوموبيل بحال هكا، وكنميل كندخل كنميل الفولا، نحاول نهز راسي. هنا ما كنشوفش في المرايه. اللي كيكون كيسوق ما كيشوفش في المرايه، ردوا بالكم. اللي كيشوف في المرايه كتعطيك العبار ديال اللوراني، ما كتعطيكش القدام، كتحاول تهز راسك باش تشوف الطوموبيل كي غاديه مع التروطوار. كتميل كتبعد على التروطوار، كتشوف الطوموبيل يلاه تقادات، كترجع الفولون بلاصتها. تجي اون فاس طوم، ما تخليهاش مايله هكا، ما تخليهاش مايله هكا. الا مشات هكا كتمشي للخط ممنوع، الا مشات هكا كتمشي للتروطوار. تقاد الطوموبيل، كنقاد الفولون وكنزيد بشويه عليا، كنطلق اللومبرياج غير بشويه لومبرياج، وكنشوف طوموبيلتي واش نزيد نمشي لقد اليمين او لا خاصها نزيد نمشي لليسار، او الا كنت غادي مزيان صافي كنخلي الفولون مقاده غادي مزيان. دونك هنا من الاحسن بالناس اللي كيبداو الامتحان، من الاحسن يتعلموا يمشيو مقادين من الاول، لان الا مشيتي مقاد كترجع مقاد، الا مشيتي عوج كترجع عوج، وكتطلب لك الاصلاح، يا تميل الفولون اليمين يا تميل الفولون اليسار. دونك من الاحسن نمشيو بشويه علينا حتى نوصلوا للمكان المخصص اللي خاصنا نوقفوا فيه على حساب المدينه ديالنا باش كنتعلموا حتى فين كنوقفوا. وكنبداو عمليه الرجوع للخلف. مشاريع كنديروا لومبرياج، كتميل ترجع المشاريع. كنحاولوا نجروه شويه مزيان اللور، لان المشاريع كيتطلب شويه د لافورس، شويه نرجعوه ماشي بحال بروميير تروازيام دوزيام كاتريام. وكنبدا العمليه ديال الرجوع للخلف. هنا ملي كنكونوا راجعين كتطلق اللومبرياج، ديما كتخدم غير بلومبرياج بوحدو، طلق برك طلق برك بحال هكا. ديما الفران كنخليه حتى النهائي كاع. هنا ملي كنكون راجع كنشوف المرايه ديالي واش غادي مزيان، واش نميل اليمين. الا كنت غادي مزيان كنخلي الفولوم مقاده مزيان. بغيت ندخل كنميل ديما الجهه اللي غندخل لها. بغيت ندخل اليمين كنميل اليمين بحال هكا، بغيت نميل اليسار كنميل، كنخرج هكا الطومبيل كتخرج. كنقاد الفولون، دونك ديما كتميل الجهه اللي غتدخل لها الطوموبيل. بغيتي الطوموبيل تدخل كتميل اليمين، بغيتي الطوموبيل تخرج كتميل اليسار. شتي غير الطوموبيل غاديه مقاده كتخلي الفولون مقاده. انا بديت كندخل دابا واحد شويه نحاول نخرجها، نحس بها بدات كتخرج كنقاد الفولون. ديما يديا كيكونوا مقادين. انا وريتكم ديما باش تعرفوا الطريقه المزيانه. ديما كتميل الجهه اللي غتدخل ليها الطوموبيل، تميل هكا كتدخل، تميل هكا تخرج هكا. شديتي بوزيسيون ديالك مزيانه كتخلي فولون قاده مزيانه. ما بغيتش نقول لكم الطريقه ديال 9 ورباع 10 ورباع بحال هكا، لا هذيك طريقه صعيبه واحد شويه. كنشوفوا غير تفهموا غير الطريقه فين ما ميت الفولون، فين ما كيمشي التالي ديال الطوموبيل. كاينه طريقه واحده اخرى ملي نكون راجع كيمكن لك دير. ها انت كتشوف السويكلاص بحال هكا، كتشوف السينيال بحال هكا. بغيتي تخرج كتغطي السويكلاص، ها هو تغطى السويكلاص هكا. لو بغيتي تبعد على التروطوار كتقاد الفولون، بغيتي تدخل للتروطوار تشد اليمين تغطي السينيال، ها هو تغطى السينيال. كنشد البوزيسيون ديالي كنقاد الفولون ديالي وكنرجع حتى كنوقف في المكان المخصص ديالي. هي حاجه وحده، ملي نكونوا راجعين حاولوا تميلوا الفولون غير بشويه، غير هكا ندرق السويكلاص، ندرق السينيال بحال هكا. ما نميلوش هكا. الا مشينا مينا بحال هكا راه التالي ديال الطوموبيل كيهرب على التروطوار، ولكن هاد الرويضه القداميه راه كتعواج وكتلصق في التروطوار، كتعواج بزاف وكتلصق. ولا كنتي راجع شويه بالزربه راه يمكن لها تطلع فوق التروطوار، وهادشي ما مقبولش في الامتحان. دونك ديما ملي نبغي نميل كنميل هكا، نميل هكا، نقاد الفولون هكا.
كذلك الا بغيت ندخل ما نميش بزاف ديما هكا، ما نديرش هكا، الا درت هكا الرويضه التاليه غادي تفيكسا مع التروطوار، غتلصق غتكوانسا. الوغ دائما نميل بشويه، نخرج هكا، ندخل هكا، نقاد السين ديال الطوموبيل، كو سوا لوغو ديال بوجو اولا ديال داسيا اولا ديال رونو اللي كان، كنقاد الفولون ديالي.